العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 75 مواطن بفيروس كورونا. جهود للسيطرة على الجراد في قندع. أنشطة فعالة للقضاء على الملاريا إقليم عنسبة. دول أوروبية تطرد دبلوماسيين الروس، وموسكو تقول إن القرار لا أساس له. فريق الصحة العالمية بالصين يستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان. وحاملتا طائرات أمريكيتان تجريان تدريبات في بحر جنوب الصين، وبكين ترد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الأيام الثلاثة الماضية في مراكز العزل في أقاليم الجنوب والأوسط وجنوب البحر الأحمر أظهرت إصابة 75 مواطن بفيروس كورونا. وظهرت الإصابات في 55 مواطن في مراكز العزل في الأقليم الجنوبي، منها 21 في دباروا، و11 في مندفرة، و10 في عد خالة، و6 في صنعفة، و3 في عد قيح، و1 في دقمحرة، و1 في انداقرقيس، و1 في ميعيني، و1 في عرزة. وفي الأقليم الأوسط ظهر 16 إصابة في أسمرة، بينما ظهرت 4 إصابات في عصب في أقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 62 مصاب كورونا، 60 منهم من الأقليم الجنوبي و2 في الأقليم الأوسط. وبهذا بلغت جملة الإصابات بكورونا في البلاد حتى اليوم 2401 إصابة، شفي منها 1781 ووفاة 7، ولا يزال 613 مريضة كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 9 فبراير 2021. أعلن مكتب وزارة الزراعة في أقليم شمال البحر الأحمر أن الجهود المنسقة جارية للسيطرة على الموجة الثانية لإسراب الجراد الصحراوي التي ظهرت في 7 فبراير من الجيوب الجبلية في مدينة قندع وحتى أنباتكالا. وقد جرت حتى اليوم 9 فبراير السيطرة على 70% من إسراب الجراد برش المبيدات بتضافر جهود خبراء الزراعة وأعضاء قوات الدفاع والإدارة. وأكد مسؤول تنمية النباتات في المكتب السيد داوود أنغوسوم خطورة إسراب الجراد الصحراوي التي تنتقل من دول الجوار من حيث الكمية والنوعية، وقد اتخذت عملية رش المبيدات بعد المتابعة ليومين. وذكر أن عملية الإبادة جارية بتنسيق جيد للاستعداد المسبق في التدريب للرش رغم صعوبة التضاريس. وأشاد مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى الحاج بتفاني أعضاء قوات الدفاع لإبادة إسراب الجراد التي ظهرت بكميات قليلة من 5 فبراير وبكميات كبيرة جدا من 7 نوفمبر وتغطيتها مساحة 10 هكتارات. وكانت إسراب الجراد التي ظهرت نهاية شهر يناير في مديرية قندع وقد تمت السيطرة عليها بجهد مماثل. أعلن فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الأقليم الأوسط تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية بقيمة مالية تقدر بأكثر من 250 مليون نقفة في الفترة ما بين 2018 وحتى 2020. وبموجب المعلومات التي أدلت بها مسؤولة الفرع السيدة جمعة إبراهيم، أوضحت دفع الحكومة مبلغ مالي أكثر من 204 مليون نقفة إعالة لأسر الشهداء، وتوزيع أكثر من 4.8 مليون نقفة قدم من المواطنين في الداخل والخارج لأسر الشهداء المختصة. كما قام الفرع بتأهيل 162 من الأسر الراعية ل 267 يتيم بأكثر من 1.6 مليون نقفة حسب اختياراتهم بالتجارة والمواشي والزراعة، وتقديم دورات تدريبية مهنية
لأسر الشهداء المحتاجة ورعايات الأسر بأكثر من 407 ألف نقفة. وأشارت إلى دفع أكثر من 46 مليون نقفة لمعيشة ومعالجة المعاقين المقيمين في الأقاليم الذين يتم رعايتهم عبر الفرع، وأكثر من 407 ألف نقفة لمستلزمات الطلاب المحتاجين من الزي المدرسي والكتب الدراسية والدفاتر والرسوم الشهرية. وأفادت المعلومات بأنه وفق البرنامج الموضوع لتأمين الأسر المحتاجة مصادر دخلها الاقتصادي، سمح قرض بقيمة أكثر من 1.3 مليون نقفة ل 141 أسرة، وقد دفع 70% من المقترضين ديونهم. صرح السيد كيروس سراغي مسؤول وحدة السيطرة على الملاريا في مكتب الصحة بإقليم عنسبة عن بلوغ الملاريا إلى مستوى القضاء عليها بفضل ضفر جهود المواطنين والمؤسسات الصحية والشركاء. أوضح السيد كيروس بأن الإنجازات المحققة هي نتاج حملات التوعية والسيمينارات المكثفة التي انتظمت خلال 30 عاما والتقدم الملموس الذي سجلته المؤسسات الصحية، مشيرا إلى انخفاض ظاهرة المرض في هذه الفترة إلى تحت 1%. وذكر بأن وزارة الصحة كانت تعمل بوضع خطة استراتيجية خمسية للقضاء على المرض في الفترة ما بين 2000 حتى 2019، ولذلك بلغ نسبة الإصابة بالمرض 1.7 من ألف شخص. وأضاف السيد كيروس بأن 36 مؤسسة صحية المنتشرة في الأقليم لعبت دورا كبيرا في هذا الجانب، موضحا توزيع 168 من وكلاء الصحة الريفية في المناطق الموبوءة بالملاريا، وظلوا يساهمون بفعالية في مكافحة المرض ومعالجة المرضى. وأشار السيد كيروس إلى توزيع ناموسيات للسكان القاطنين في المناطق الموبوءة من كل 3 أعوام، وتنظيم أنشطة نفير الإصحاح البيئي، فيما تمنح الأمهات والأطفال اهتماما خاص لكونهم من أكثر أفراد المجتمع تضررا. في الختام قال السيد كيروس سراقي مسؤول وحدة السيطرة على الملاريا في مكتب الصحة بإقليم عنسبة رغم تسجيل نتائج عالية، إلا أنه يجب على المواطنين ضرورة اتباع تعليمات الوقاية من الملاريا للحد من الانتكاسة ونقل المرضى بأسرع وقت ممكن إلى المؤسسات الصحية. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أعلنت ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيين روس ردا على إجراء مماثل اتخذته موسكو في 5 فبراير على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني. وستطرد كل من وارسو وبرلين وستوكهولم دبلوماسيا روسيا من أراضيها وفقا ما أعلنت حكومات الدول الثلاثة في شكل شبه متزامن. ونددت روسيا بالإجراء الذي وصفته بأنه لا أساس له وغير ودي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لقناة روسيا 1 التلفزيونية العامة إن القرار الذي اتخذته بولندا وألمانيا والسويد لا أساس له وغير ودي، مكررة تنديدها بما اعتبرته تدخلا غربيا في الشؤون الداخلية الروسية. وكانت موسكو قد اتهمت الدبلوماسيين الأوروبيين الذين طردتهم بالمشاركة في مظاهرة داعمة للمعارض المسجون أليكسي نافالني، معتبرة أن تلك الأفعال غير مقبولة ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية. يبدو أن الصين في طريقها للخروج من مأزق اتهامات ظلت ملاصقة على مدار أكثر من عام فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا حول العالم، حيث استبعد فريق الصحة العالمية في ووهان الصينية خلال مؤتمر صحفي تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين، مشيرا إلى أن الفرضية الأكثر تراجحا أن كورونا انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط.
وقال فريق منظمة الصحة العالمية بالصين إنه لا يوجد مؤشر على وجود فيروس كورونا في ووهان بالصين قبل ديسمبر 2019، ويعد هذا التصريح الأول من نوعه بعد الاتهامات التي طالت الصين حول إخفاء معلومات عن العالم حول تفشي الفيروس في المدينة الصينية. وأكد فريق الصحة العالمية بالصين أن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يحدد بعد، وكانت ووهان المكان الأول في العالم الذي أفيد فيه عن أولى إصابات كوفيد-19 في ديسمبر 2019، ومن ذلك الوقت أسفر الوباء عن وفاة أكثر من 2.3 مليون شخص حول العالم. أجرت حاملتا طائرات أمريكيتان تدريبيات مشتركة في بحر جنوب الصين بعد أيام من إبحار سفينة حربية أمريكية بالقرب من جزر تسيطر عليها الصين في المياه المتنازع عليها، وأصبحت نقطة ساخنة أخرى في العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن. وقالت البحرية الأمريكية إن حاملتي الطائرات USS سيدور روزفلت و USS نيمتز ومجموعتهما القتاليتين أجريتا العديد من التدريبات بهدف زيادة التوافق العملياتي بين القطع فضلا عن قدرات القيادة والتحكم، وذلك في أول عمليات ثنائية لحملتي طائرات في الممر المائي المزدحم منذ يوليو 2020. وتأتي التدريبات بعد أيام من تنديد الصين بإبحار المدمرة الأمريكية جون إس ماكين بالقرب من جزر بارسيل الخاضعة لسيطرة بكين. ووصفت واشنطن إبحار مدمر اتها بأنها عملية لحرية الملاحة، وهي أول مهمة من نوعها للبحرية الأمريكية منذ تولي الرئيس جو بايدن منصب الرئاسة الشهر الماضي. وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادتها وأمنها، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة أن حملتي طائرات أمريكيتين أجريتا تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي. والخبر الأخير في هذه النشرة: تتجه الأنظار الثلاثاء إلى أبو ظبي، حيث من المتوقع أن يصل مسبار الأمل الإماراتي أول رحلة عربية استكشافية من نوعها إلى مدار كوكب المريخ، ما يجعله أول مهمة من أصل 3 تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر. وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي موات لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية. وفي حال نجاح المهمة ستصبح الإمارات التي تحتفل هذا العام بذكرى ولادتها ال50 خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ، بينما ستصبح الصين السادسة في اليوم التالي. وقال مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عمران شرف لوكالة فرانس بريس إن هذا المشروع يعني الكثير للدولة والمنطقة ومجتمع العلم والفضاء العالمي. وفي حين أن هدف المهمة تقديم صورة شاملة عن ديناميكيات الطقس في أجواء الكوكب وتمهيد الطريق لتحقيق اختراقات علمية، فإن المسبار جزءا من هدف أكبر هو بناء مستوطنة بشرية على المريخ خلال 100 عام. انتهت النشرة، إلى اللقاء.